الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك طريقهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في بناء هذا المسجد، وأسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه. كما أتوجه بخالص شكري وتقديري إلى أساتذتي ومشايخي الذين آثروني على أنفسهم رغم أنني أقل منهم بكثير، فجزاهم الله عني خير الجزاء. أيها المسلمون، المساجد هي بيوت الله. المساجد هي أولى المنشآت والمؤسسات الأصلية في الكون كله. كون بلا مساجد لا كون ولا حياة. علم الله ذلك أزلا أن المساجد لا بد منها في الحياة، فأول شيء بني في الكون كله البيت المعمور في السماء، ثم بيت الله الحرام في الأرض، فأهل البشر يطوفون حول البيت الحرام في الأرض، والملائكة يطوفون في السماء حول البيت المعمور. مرت الأيام ثم جاءت العوامل التغييرية في الحياة، فطمس البيت الحرام وطمست معالمه. فلما انتقل إلى هناك سيدنا إبراهيم عليه السلام من مصر هنا إلى مكة المكرمة، أمره الله أول ما أمره لا بزرع ولا بحرف، إنما أمره بأن يرفع القواعد من البيت. فيقول سبحانه: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فرفع سيدنا إبراهيم القواعد ومعه ولده إسماعيل، وبعد رفع القواعد في البيت الحرام ب40 عاما تقريبا توجه سيدنا إبراهيم وقيل سيدنا يعقوب إلى فلسطين، وبنوا المسجد الأقصى الأسير، بنوا المسجد الأقصى في فلسطين. أيها المسلمون، إن دور المسجد في الحياة دور أساسي لا هامشي. إن المساجد هي التي تبني المجتمعات، وإن المساجد هي التي تنشأ الحضارات. توجه سيدنا إبراهيم إلى بناء
بيت الله الحرام، ثم توجه إلى المسجد الأقصى بفلسطين. ومرت الأيام وجاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتقل إلى المدينة المنورة، وبعد رحلة جهاد كبيرة وطويلة في مكة المكرمة، لما دخل المدينة المنورة عليه أفضل الصلاة والسلام، ماذا يفعل؟ أيفكر في حصونها أو في عماراتها؟ بل فكر أول ما فكر في بناء المسجد. بنى مسجده الشريف، المسجد النبوي. هذا المسجد الشريف البسيط في حدود البساطة، بناؤه بسيط، أعمدته من جذوع النخل، أعمدته من جذوع النخل، حائطه وسقفه من الجريد، فرشه الحصباء، أبوابه ستور مرخاة من شعر الإبل. مسجد في حدود البساطة، حصباء فرشه. كان إذا صلى المصلي يؤثر في جبهته، إذا أمطرت السماء أو حلت أرضه، سقفه من الجريد وحيطانه من الجريد. ولكن هذا البناء المتواضع خرج أئمة البشر. هذا البناء المتواضع النبوي الذي أسسه سيدنا رسول الله وصحابته الأطهار خرج خير بشر ساروا على الأرض، خرج ملائكة البشر، خرج مؤدبي الجبابرة ومقصري أعمال القياصرة ومكسري رقاب الأكاسرة. هذا البناء المتواضع لا أقول فيه أنا، بل قال الحق سبحانه وتعالى فيه، قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهؤلاء هم خير أمة أخرجت للناس، ونحن نحمد الله أننا لهم تبع، ونحن نحمد الله بأننا لهم تبع، وأننا نلحق بركابهم خير أمة أخرجت للناس. قال الله عنه عن المسجد النبوي: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فيه رجال. وقد استمعت إلى شيخي وهو يتلو في سورة النور: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. هذا المسجد خرج رجال. ما قضيتنا اليوم قضية رجال. خرج الصحابة، سجل التاريخ عنهم وحق له أن يسجل. سجل التاريخ لهم بحروف من نور. فهو صهيب الرومي جاء من بلاد الروم وسمع عن الإسلام وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بايعه على السمع والطاعة وعلى الحب والإخلاص. تاجر صهيب الرومي وربحت تجارته. ولما ربحت تجارته خرج النبي مهاجرا من مكة إلى المدينة، فأراد صهيب الرومي أن يهاجر ويلحق بالنبي. من هو صهيب الرومي؟ صهيب الرومي من الروم، عبد من الروم. هذا العبد الرومي
كان ذليلا أعزه الله بالإسلام، كان فقيرا أغناه الله بالإسلام. لما أراد أن يهاجر إلى النبي ماذا فعل؟ أراد أن يخرج بماذا؟ يخرج بجيش مجرار من الإبل والبقر، جيش كبير، أموال كثيرة من الإبل والبقر، مع صهيب العبد الذليل أعزه الله بالإسلام. فوقفت له قريش وقالت له: أين يا صهيب؟ أين؟ قال: إلى محمد عليه الصلاة والسلام. قالوا له كما تذكر كتب السيرة بهذا اللفظ، قالوا: أتيتنا صعلوكا لا مال لك، وتريد أن تخرج بهذا المال كله وتلحق بمحمد؟ إما أن تلحق بمحمد بدون مال، وإما أن تكون معنا مع المال. مال وجيش جرار من الإبل والبقر والغنم، تجارة اكتسبها بعد كد وكدح وتعب. ماذا يفعل صهيب؟ قال: بارك الله لكم في الإبل وبارك الله لكم في الغنم، ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبل أن يدخل على النبي ماذا يفعل؟ من الذي أخبر النبي بهذه الأحداث؟ حين دخل على النبي المسجد قال له النبي: ربح البيع صهيب، ربح البيع صهيب، ربح البيع صهيب. كلام النبوي 3 مرات: ربح البيع صهيب، ربح البيع صهيب، ربح البيع صهيب. كلام النبوي يتلاحق معه قرآن من السماء يتجلى لصهيب، وينزل القرآن يقول لصهيب، ونقرأ اليوم عن صهيب: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قرآن نقرأه في شأن هؤلاء. أيها المسلمون، ها هم صحابة النبي الأفاضل تخرجوا من هذا البناء البسيط ملائكة البشر. ها هو في غزوة أحد، في غزوة أحد يقول أنس بن مالك بن النضر: يا رسول الله، لم ألحق بالشهادة في مكة في بدر، أنا ما استشهدتش في بدر، أنا عايز أنال الشهادة في أحد. وينزل أرض المعركة، وينزل في غزوة أحد، وها هنا يقف أمام النبي يتلقى السهام ويتلقى السيوف والرماح في صدر النبي عليه الصلاة والسلام، وتنزل عليه السيوف ويقطع وتقطع حتى أنامله. فتقول أخته: ما عرفت أخي إلا بأنامله، بأطراف الأصابع، ما عرفت أخي إلا بأنامله. ويقف النبي يبكي على أنس، ولكن السماء، ولكن الحق يترك أنس ويترك النبي يبكي على أنس. ينزل العزاء من السماء. بأي عزاء؟ ينزل القرآن يتجلى للنبي ويقول له: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قرآن ذكر في شأنهم رجال تخرجوا من هذا البناء البسيط. من الذي رباهم ومن الذي علمهم؟ سيد الورى وسيد البشر عليه الصلاة والسلام. لقد أحبوه وافتدوه بكل ما يملكون، وما تعست حياتنا إلا بفقداننا للحب. يا ريتنا نحب بعضينا بس، يا ريتنا نتحاب. الحب دي تمن غالي. عرفوا النبي، أحبوه لا شكشكة لفظية،
بل أحبوه بعمق بقلب، فلم ينظروا إلى الدنيا فحسب بل نظروا إلى الآخرة. يقول ثوبان: يا رسول الله، حين أراك أو أشتاق إليك أأتي وأجلس بين يديك. ساعة ما بتيجي على قلبي باجي أشوفك وأقعد بيني وبين إيديك وأشوفك وأتملى فيك يا رسول الله. يا رسول الله، ساعة أن أشتاق إليك أأتي وأنظر إليك، ولكن كيف حالي في الآخرة يا رسول الله وأنت في درجة وأنا في درجة؟ مش فكر في الدنيا وبس، ده فكر في الآخرة. أنا في درجة وأنت في درجة يا رسول الله. وهنا ماذا يجيب النبي؟ أمعه السجلات ليقسم التركة ويعطيه فرمان أو يعطيه شهادة جوفاء؟ لا. من الذي يعطي؟ الحق. ينزل القرآن ويقول لثوبان: يا ثوبان اطمئن، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. قال النبي: أنت معي يا ثوبان، أنت معي في الدنيا وأنت معي في الآخرة. أحبوا نبي الله، أخلصوا لحياتهم، بنوا حياتهم على العمل، فإن المساجد لا تعرف التواكل ولا تعرف الكسل، إن المساجد تدفع إلى العمل والإنتاج. لما هاجر المسلمون جاء عبد الرحمن بن عوف من مكة، ومعذرة أنا بقول جاء عبد الرحمن إنهم سادتنا سيدنا عبد الرحمن بن عوف سادتنا. جاء سيدنا عبد الرحمن بن عوف من مكة إلى المدينة، فآخاه النبي مع سعد بن الربيع، آخاه النبي مع سعد بن الربيع. فقال سعد الأنصاري بن الربيع: يا عبد الرحمن، إني أملك أموالا كثيرة، شاطرني نصفها يا عبد الرحمن. أنا عندي أرض كتيرة وعندي إبل كتيرة، شاطرني نفسها، هنقسم المال بيني وبينك، خد نصه وأنا أخذ نصه. مش الأخين النهاردة بيتقاتلوا على حاجات بسيطة والمحاكم مليانة عشان خلافات الورث وعشان الحقوق، لا، ده بيقول له عندي أمر، خد النص وأنا نص. أرأيتم مثل هذا الإيثار؟ أرأيتم أبلغ من الصورة التي سأقولها؟ ماذا قال سعد بن الربيع؟ يا عبد الرحمن، أمتلك زوجتين، أنا متجوز 2، أمتلك زوجتين يا عبد الرحمن. شوف اختر، مش المنكفة التعباه في الحياة وعايز يتريح منه يديها لعبد الرحمن، اختر أحسنهن أطلقها ثم تعتد ثم تتزوجها أنت يا عبد الرحمن. مش هيتخلص من اللي تعباه ويقول له خدها عشان ارتاح ويخلي الحلوة معايا، ها يا عبد الرحمن اختر أحسنهن أطلقها تعتد ثم تتزوجها. تاريخ أقف مبهورا، ده قصص ولا كلام؟ مين اللي يقول الكلام ده النهارده؟ ماذا قال عبد الرحمن؟ قال أنا أخذ المال وأخذ النساء. قال له يا سعد، بارك الله لك في مالك وبارك الله لك في أزواجك يا سعد، دلني على السوق أروح أشتغل وأتاجر وأعمل وأكسب. ونزل عبد الرحمن بن عوف يتاجر ويكد ويكدح من عرقه، وصار أغنى الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. مجتمعات لا تعرف الكسل ولا التواكل، إنما تعرف قيمة العمل والجد والاجتهاد. من هنا نجحوا، من هنا صاروا سادة البشر وأعزة البشر. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه،
أو كما قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك طريقهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، نماذج بسيطة رأيتكم تعجبتم لها، وأليس من حق رسول الله أن يفتخر ويباهي ويقول للدنيا كلها الله 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 في أصحابي؟ وكلمة الله في اللغة العربية التعجب، وأتعجب وأتباهى. الله 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 في أصحابي. لو أنفقتم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. لو كل يوم بننفق مثل جبل أحد، ده جبل أحد أكبر جبال مكة، وجبل لو أنفقنا كل يوم مثل ذهب ما أنفقنا أو ما وصلنا إلى مد أحدهم ولا نصيفا. الله الله في أصحابي. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أيها المسلمون، بناهم على الحب، بناهم على العمل، بناهم على الضمير، الضمير اليقظ الواعي. الضمير مملكة أخلاقية تسيطر على الإنسان في كل ما يملك من جوارح. الضمير الواعظ الرباني. إذا أحب الله عبدا قذف في قلبه الضمير، اللي هي البرج المربى وبرج الملاحظة، جعل له واعظ في قلبه لا يأمره إلا بخير. إن المؤمن الحق هو الذي يضع نصب أعينه اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وتذكر كتب السيرة وكتب السنة الصحيحة هذه القصة، أن امرأة من جهينة أتت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. امرأة من جهينة، جهينة دي عيلة كبيرة. أصبت حدا أقمه علي. وفي رواية: إني حبلى من الزنا فأقم الحد علي. هل يقيم النبي عليها الحد؟ هي حبلى، لو أقام عليها الحد يقتل نفسين في نفس واحدة، ما يبقاش حب، ده قتل نفسين، وهي كانت لسه في الشهور الأولى، الشهر الثالث ولا الرابع. قال لها: اذهبي حتى تضعي. يعني فاضل لها 6 أشهر وما فيش هناك جوازات ولا في هناك حراس حدود. قال لها: لسه 6 أشهر، اذهبي حتى تضعي. كان في مقدور المرأة أن تهرب. من الذي يجعل أو ينتظر حكم الرجم؟ هترجم، مش هتجلد، هترجم بالحصر. ذهبت إلى أن وضعت المرأة وجاءت وقالت: وضعت يا رسول الله. خشي النبي أن لا يطعم الطفل ثدي غير ثدي أمه، فقال لها: اذهبي حتى ارضعيه حتى يطعم، علشان افرضي ما لقمش ثدي تاني يموت، ومين السبب في موته؟ اذهبي حتى يفطم، ارضعيه. فذهبت، يعني 2 كمان والحكم في ايديها. ذهبت ثم أتت بكسرة من خبز وقالت: يا رسول الله، الولد يطعم. فقال النبي: أقيموا عليها الحد. فلما أقاموا عليها الحد أخذ سيدنا عمر أخذ سيدنا عمر حصاة رأي رجمة، ثم قال لها: يا زانية، وقذفها. أخذ الحصى وقال لها هذه اللفظة. ماذا قال النبي لعمر؟ يا عمر، لما
لقد تابت توبة لو على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت أفضل ممن جادت بنفسها لربها يا عمر؟ وأتساءل، لا أحكي قصة عشان نتعجب منها، إيه اللي قعد المرأة 6 أشهر وإيه اللي خلاها ترضع 2 سنين؟ الضمير اليقظ الواعي، الضمير حاجة المجتمعات الآن، وخاصة في مصرنا الحبيبة حاجة المجتمعات إلى الضمير. الخباز في مخبزه، والمدرس بين أحضان تلاميذه، والتاجر في متجره، والطبيب في مصحته. إن أزمتنا ليست أزمة طعام ولا شراب، إنما هي أزمة ضمير. لو وجد الضمير لارتاح الناس. لو وجد الضمير، إن المساجد تربي الملكة العظيمة في قلوب أبناء المسلمين، تربي ملكة المراقبة. اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقال الغلام لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين، إذا كان الكلام يخيل على سيدي فأين رب سيدي؟ أين رب سيدي؟ فقال عمر: أين رب سيدي؟ متى نسود؟ متى ننجح؟ متى نتقدم؟ يوم أن نقول مثل هؤلاء الصحابة، مثل هذه الأخلاق، ملكة الضمير. لو خرجنا بملكة الضمير لنجحنا. الخباز، الطبيب، المدرس، الموظف، الإمام والشيخ، الكل يعمل بضمير لنجح المجتمع. أيها المسلمون، أضرع إلى الله العلي القدير. اللهم أعد للمسلمين مجدهم وعزهم، اللهم أعد للمسلمين مجدهم وعزهم. صن بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، رد الناس إلى الحق والعدل، واهدهم إلى صراطك المستقيم. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، احسن ختامنا يا كريم، اقض الدين عن المديونين، خفف عنا الحساب يوم الحساب، آمن روعاتنا واشغلنا بعيوبنا عن عيوب غيرنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.